السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سنة وانتم طيبين وعيد سعيد علينا جميعا إن شاء الله. النهاردة في فيديو جديد هنتكلم فيه عن النادي الأهلي. هنحتفل النهاردة بمرور 116 سنة 116 سنة منذ إنشاء النادي الأهلي عام 1907. 116 سنة شهدت إنجازات كتير للنادي الأهلي، شهدت 144 بطولة. وفي خلال الفيديو ده هنستعرض بطولات النادي الأهلي خلال 116 سنة، منقسمة لبطولات محلية وبطولات قارية. أولا هنبدأ بالبطولات المحلية. الدوري العام المصري هنتكلم عن عدد المرات اللي كسبها النادي الأهلي وعدد المرات برضو اللي كان فيها وصيف، يعني مركز تاني. الدوري العام المصري الأهلي كسبه 42 مرة، وكان الوصيف فيه 12 مرة. تاني أقوى بطولة في البطولات المحلية هي كاس مصر. النادي الأهلي حصل على كاس مصر 38 مرة، بخلاف كان فيهم الوصيف حوالي 18 مرة. البطولة الثالثة في المسابقات المحلية وهي بطولة السوبر المصري، والأهلي كسبها 12 مرة، وكان الوصيف في حوالي 4 مرات. بعد كده كاس السلطان حسين. طبعا كاس السلطان حسين دي أول بطولة اتلعبت في تاريخ الجمهورية المصرية، يعني قبل بداية الدوري العام. يعني في بدايات الاتحاد المصري أول ما اتنشأ كان عام 1948 كانوا بيلعبوا بطولة اسمها بطولة السلطان حسين. الأهلي كسبها 11 مرة، وكان الوصيف فيها 4 مرات. ودوري منطقة القاهرة الأهلي كسبها 16 مرة، وكان الوصيف فيها 0، يعني ما كانش وصيف خالص، كسب البطولات كلها. كاس الاتحاد المصري مرة وحيدة، وكاس الجمهورية المتحدة مرة وحيدة برضو. هنرجع هنا للبطولات القارية، واللي خد فيها الأهلي 23 بطولة. أولا أقوى بطولة في البطولات القارية هي دوري أبطال أفريقيا، والأهلي حصل عليها 10 مرات لحد عام 2021، وكان الوصيف فيها 5 مرات. كأس الكونفدرالية مرة وحيدة، المرة الوحيدة اللي احنا أخدناها كان بهدف عماد متعب بلس 90، فاكرين الماتش ده كلنا. والسوبر الأفريقي الأهلي كسب 8 مرات، وكان الوصيف مرتين. كأس الكؤوس الأفريقية كان 4 مرات، وما كانش وصيف ولا أي بطولة. يبقى عندنا 23 بطولة قارية زائد 121 بطولة محلية، فبالتالي الأهلي الآن أصبح برصيده وبحوزته 144 بطولة. النادي الأهلي دلوقتي بيتصدر قائمة الأندية العالمية من حيث عدد البطولات. يسبق جلاسكو رينجرز الاسكتلندي، يسبق ريال مدريد، اي سي ميلان الإيطالي، يسبق برشلونة الأسباني، يسبق مانشستر يونايتد الإنجليزي، يسبق أندية عريقة، أندية كبيرة. فأنا شايف يعني إن إحنا ده بالنسبة لنا إنجاز كأهلاوية كزملكاوية، ده إنجاز لنا كمصريين. أحب طبعا أهني كل الأهلاوية بالتاريخ العظيم ده والبطولات الكتيرة دي، ويا رب مزيد من الإنجازات والبطولات المحلية والأفريقية. وفي نهاية الفيديو أحب إن حضراتكم تدعموني بلايك وشير للفيديو،
وتفعلوا زر الجرس. ان شاء الله هيبقى في اخبار كمان حصرية على معانا هنا على القناة، واتمنى ان حضراتكم تدعموني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.